حشرة الإيطاليين بيتشائموا جدا 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 إنك تموتها قدامهم، وبيعتقدوا إنها بتجيب لهم الحظ. إيه هي؟ تعالوا نشوف. الحشرة دي اسمها كوشنيلا. كوشنيلا كوشنيلا بالنسبة لنا إحنا شبه الخنفسة بالمصري، حاجة كده صغيرة ولكن بتكون متلونة، بيبقى عليها ألوان، ممكن يكون مثلا أصفر منقط بأسود زي الصورة اللي هحطها، أو برتقاني منقط في أسود. شكلها بيبقى كيوت شوية بالنسبة لهم يعني. فهم دي بالنسبة لهم إن هي بورتا فورتونا، إن هي بتجيب لهم الحظ، بتجيب لهم الخير. ولو جت عليك، يعني لو هي مثلا كانت طايره وجت وقفت على هدومك او على وشك او ايا كان، فهم بيتفائلوا جدا بيها جدا. انا مره، يعني مرات انا بالنسبه لي هي في النهايه حشره، فلما بشوف اي حاجه في البيت زي كده انا بخاف من الحاجات دي. فاول حاجه بتيجي في بالي ان انا يعني اخلص عليه. حتى هم بيقولوا لي ان هم في المدرسه كانوا يعني بيحطوها على ايديهم، ويعني بيحبوها. يعني كانوا بيلعبوا بيها الفترات، يعني بالنسبه لهم دي حاجه ممتعه ان هم يشوفوها، الوانها جميله، الوانها بتشد النظر. بيتفائلوا جدا بيها، وبيتضايقوا جدا 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 ان حد يموتها قدامهم، يعني ولا وراهم حتى. يعني بلاش تعمل كده، وخصوصا لو انت في ايطاليا، لان بجد هتتضايق، يعني هيتضايقوا جدا منك، هيحس ان انت يعني انسان نقول ايه. يعني عنده عداء مع الطبيعه. فالحشره دي كوشنيلا كوشنيلا، فاعرف اسمها، ولو شفتها ما تتضايقش منها قوي، لان هي ما بتاذيش في النهايه، ولكن هي ممكن تكون بورتا فورتونا. وبس كده، تشاو.